وليه تعمليهم في صينيتين لما تقدري تعملي الصنفين مع بعض في صينيه واحده، الكنافه والجلاش. هنعملهم بحشوه الكريمه الخطيره وهترضي جميع الاذواق. سهله جدا وبسيطه وناجحه من اول مره. بس ما تنسيش تسمي بالله وتصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه معايا ربع كيلو بس من الكنافه. انا بخرجه من الفريزر وبفركه، بيبقى سهل جدا جدا. بضيف عليها نص كوبايه من السمنه، سيحتها لان طبعا الجو برد والسمنه متجمده. ضفت عليها كمان معلقتين كبار من السكر الحبيبات مش السكر البودرة. وهبدأ ان انا اقلب الكنافة مع السمنة والسكر لحد ما كل كنافة تتشرب من الخليط. كده خلاص الكنافة معايا بقت جاهزة. دي اكبر صينية في صواني طقم البيتزا اللي هي المدورة دي، اكبر صينية فيهم. تقريبا مقاسها 32. حطيت فيها شوية من السمنة حلوين قوي عشان تحمر لي الكنافة من تحت، ونزلت ربع كيلو الكنافة كله. وهبدأ ان انا اوزعه بالشكل ده علشان ما يبقاش من جنب وجنب. خدت الربع كيلو كله وهبدأ ان انا اضغطها بقى بشكل كويس. واهم حاجة ان انت تضغطيها كويس. ليه؟ لان احنا هنقطع طبعا الخرطة هيبقى فيها جلاش وكنافة. فما تبقاش طبقة الكنافة اللي تحت متهرهدة، فهتحتاج منك شوية مجهود انك تضغطي الكنافة كويس. لو متعودة تضغطيها بصينية اصغر اضغطيها مفيش مشكلة. انا بحب قوي البولة الصغيرة دي لان السطح بتاعها بتاع القاعدة بتاعتها املس. ما بيبقاش فيه اي رسومات ولا اي حاجة. فبتبقى سهل جدا ان انا اضغط بيها. زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا بحتاج ايدي ان انا اضغط كويس الاحرف بالشكل ده. ما شاء الله مضغوطه كويس قوي قوي وما بتفرفتش ولا اي حاجه. دلوقتي هركنها على جنب وهعمل الكريمه. معايا 3 كوبايات من الحليب، انا استخدمت حليب بلدي مسبق الغلي. ضفت عليه معلقتين بس من السكر عشان يبقى الحلو بتاعنا مش مسكر قوي النهارده. وعليهم 4 معالق كبار من الدقيق، ما تستغربوش خالص. ضفت 4 معالق كبار من الدقيق وظرفين من الفانيليا. والمعلقه دي اختياري، ممكن تضيفيها وممكن لا. دي باستري كريم بجيبها من محل مستلزمات الحلويات او من عند العطار، وبحطها في برطمانة التلاجة، بتبقى حلوة جدا لكريمة الحشو. ممكن تضيفيها وممكن لا. وال4 معالق من الدقيق ممكن تستبدليهم ب4 معالق من النشا، بس الدقيق في الحشوة بتبقى حلوة جدا. لما بتبات كمان الصينية بتبقى اكتر كريمي، بتبقى الدقيق بيخليها كريمي اكتر عن النشا. بسيبها تبرد خالص، ما ينفعش اتعامل معاها وهي سخنة. لازم تبرد، وزي ما حضراتكم شايفين بحط ايدي مش بتلزق خالص. تقريبا هي شدت كده وبدأت تبرد، لان لو ضفنا الجلاش ودخلناها بالكريمه سخنه، الكريمه هتغلي وهتطلع فوق على الجلاش وهتبهدل لك الصينيه خالص. جبت بقى نص كيلو الجلاش وخدت نصه، يعني انا بستخدم دلوقتي ربع كيلو بس من الجلاش. قسمته لقيت حوالي هو 16 ورقه. نص كيلو كله 16 ورقه، اخدت 8 ورقات. وهبدا ان انا اخد ورقه ورقه واحطها على وش الكريمه طبعا البارده، وبين كل ورقه والتانيه بعمل مسحه صغيره خالص من السمنه. وممكن تعملي خليط من السمنه على زيت او الزبده على زيت زي ما تحبي. المهم انا استخدمت في الصينيه كلها نص كوبايه ضفناها على الكنافه في الاول، والنص التاني دهنت بيه الجلاش ووزعته على الصينيه في الاخر قبل ما تدخل الفرن. سبت ورقه سليمه كده على جنب، وبعد ما خلصت ال7 ورقات من الجلاش وتهنيت الاحرف بتاعتهم لجوه ودهنتهم بالسمن كده شويه. جبت الورقه السليمه وحطيتها على الوش بالشكل ده، وتنيت الاحرف بتاعتها لجوه. عشان اخر ورقه دايما بحب ان هي تبقى سليمه. لو في ورقه مكسره ولا حاجه خليها قبل الورقه الاخيره. وطبعا وزعت عليها مسحه صغيره، مش مهم كميه الماده الدهنيه قد ما مهم ان انت توزعيها كويس. يعني انا استخدمت في الصينيه بتاعتي دي كوبايه من الماده الدهنيه على الجلاش وعلى الكنافه. طبعا لازم نقطعها قبل ما بتدخل الفرن، والفرن مسخناه كويس جدا، وادخلها على الشبكه. بس لازم نقطعها عشان اي حاجه طبعا فيها جلاش لازم، لو عايزه تقطعيها للاخر لاخر الكنافه قطعيها زي ما انا عملت. لو عايزه تحزي الجلاش بس من فوق مفيش مشكله. وطبعا الكريمه معانا بارده فمش هتطلع ولا اي حاجه. اتبقى حوالي معلقه كده من الماده الدهنيه اللي هي السمنه. فدهنت بيها الفروق اللي هي بتاعت كل قطعه بالشكل ده عشان برضو تديني تحميصه حلوه وتوريقه حلوه جدا. بعد ما دخلتها الفرن وسبتها حوالي نص ساعه لحد ما الجلاش اخد اللون الذهبي الحلو ده. معلش بقى انا اسفه، المقطع بتاع الشربات بصراحه ما صورتوش، كنت معتقده ان الكاميرا شغاله. بس بصراحه ما كانتش شغاله. فانا ضفت عليها كوبايه ونص من الشربات التقيل البارد. طبعا عارفينه كلنا وبيبقى موجود عندنا وبنعمله بكميات ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وبنجهزه من قبليها. اخدت كوبايه ونص من الشربات البارد وسقيتها بيه وسبتها حوالي 10 دقايق لحد ما شربت الشربات. وزينتها بقى باي مكسرات، ممكن تزينيها بجوز هند وممكن تسيبيها. هي طعمها حلو جدا جدا. عايزه اقول لك من احلى الصواني بجد، ان شاء الله تعتمدوها في الشهر الفضيل. ولو قلتي لي بقى ان الكنافه من تحت نيه، هقول لك لا، الكنافه من تحت مش نيه. ادي كمان الكنافه من تحت اهي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، لان عملتها في فيديو قبل كده وكل التعليقات جت لي طبعا الكنافه نيه. بس فاتتني اللي انا اصورها القطعه من تحت. الكنافه مستويه وزي الفل وطعمها حلو جدا. بجد يا جماعه دي من احلى الوصفات اللي ان شاء الله في الشهر الفضيل هتعتمدوها. وطريقتها سهله جدا وبسيطه وطعمها حلو جدا. وشكرا لكل تعليقاتكم الحلوه، وشكرا لكل الناس اللي بتعمل لايك من قبل حتى ما تشوف الوصفه. وكل سنه وانتم طيبين.